صباح الخير وصباح السعادة. النهاردة هنعمل طاجن السعادة. طاجن السعادة ده حاجة جميلة ولذيذة. للي بيحبوا بقى الشوكولاتة والحاجات اللي مليانة صوص. شايفين الجمال؟ بجد حلو قوي وسريع جدا، مش هياخد منك دقيقتين اتنين وهيكون جاهز. حلو في جو البرد اللي احنا فيه، وحاجة مش هتوقفك كتير قوي في المطبخ، وحاجة حلوة وجميلة والولاد بيحبوها، وخاصة بقى ان فيها شوكولات. شايفين جمالها؟ يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. في بولة معايا كوباية حليب، وكمان كوباية زيت. هحط عليهم 8 معالق كبيرة سكر. طبعا انت ممكن تعملي نص المقدار، بس انا كان جايلي ضيوف فعملت مقدارين. حطيت 2 بيضة، هنزل عليهم بذرة ملح بالشكل ده كده. هميكس بقى المقادير دي كلها مع بعض كده لغاية اما السكر يدوب معايا والمكونات كلها تختلط. هنحط طبعا الفانيليا، طالما في بيض يبقى فيه فانيليا. هقلب كل المقادير دي كلها كويس مع بعض. اول ما يختلطوا ببعض مجهزة معايا كوباية دقيق، طبعا منخول. هضيف كوباية الدقيق وهقلب كويس جدا، وكمان معلقة كبيرة بيكنج باودر. هو الباكو عامة معلقة كبيرة، واربع معالق كبيرة كاكاو خام. طبعا الكاكاو الخام مهم جدا في الوصفة دي. يعني ما ينفعش الكاكاو المحلى اللي احنا بنستخدمه في الشرب. هقلب كويس المقادير دي كلها مع بعضها لغاية ما تتكون عجينة سايلة. هوريها لكم وهوريكم قوامها دلوقتي وانا بصبها في البولات. معايا بقى البولات دي بتدخل الميكروويف. شايفين ما خدتش مني وقت خالص، وعايزه اقول لكم هتعمل لي كميه كبيره جدا. طبعا انا ممكن اي حد فيكم عايز يعمل نص المقدار، فدي حاجه بترجع لكم. طبعا البولات بتاعتي ما بدهنهاش اي ماده دهنيه ولا اي حاجه، بصب فيها على طول بالشكل ده كده. هبدأ بقى احط البولات دي في الميكروويف. طبعا لما تيجي تصبي هتحطي نص القالب. هحطها في الميكروويف بالشكل ده، وهشغل الميكروويف دقيقتين اتنين فقط. طبعا كل واحد على حسب الميكروويف بتاعه كام واط. فطبعا انا عندي بتاخد دقيقتين، فعادي انت لو فتحت الميكروويف ولقيتيها محتاجة لسه سوا فممكن تشغلي دقيقة كمان. هنبدأ بقى نعمل الصوص. حطيت نص كوباية حليب، نص كوباية سكر، ونص كوباية زيت. هحط عليهم 4 معالق كبيرة كاكاو خام. هقلب كل المقادير دي كلها كويس مع بعض، وبعدين هرفعها على النار. الجو برد طبعا، فتحسي ان البولة بتاعتي مكثفة من بره بخار. هقلبها بالشكل ده متواصل كده على النار، يعني النار عالية معايا وانا بقلب لغاية اما تحصلي على القوام الكريمي اللي هو قوام صوص الشوكولاتة. شايفين هي بدأت تغلي معايا اهي. هوريكم القوام بتاعها. شايفين ده القوام بتاعها؟ لو بصيتي للمعلقة هتلاقيها متغلفة بالشوكولاتة، تعرفي ان هو كده الصوص مظبوط. معايا شوية مكسرات بقى احطهم في الميكروويف دقيقة، وبعدين اكسرهم كده بالسكينة علشان دول هزين بيهم الوش. شايفين الكمية عملت معايا 11 بولة وكمان فنجان. اتبقى شوية كده من العجينة فحطيتهم في فنجان. معايا بقى كوباية حليب، ومعايا كوفي ميكس بطعم البندق. طبعا انتي بتحطي اي طعم انت حباه. حابه تحطي على الحليب معلقه نسكافيه، حابه تحطي معلقه كاكاو اللي هو نسكويك. الطعم ده بيرجع لك انتي. فانا عندي كوفي ميكس بندق فحطيته على الحليب. هبدأ بقى اخرم البولات بتاعتي كده بالخله بتاع الشيش، وبعدين هسقي الكيك شراب التسقية اللي انا عملته معاكم دلوقتي. طبعا الحليب دافي علشان يدوب فيه النسكويك او الكوفي ميكس زي ما تحبي. هضيف كده على كل بولة معلقتين اتنين بس. هسقيه كله بالشكل ده. طبعا انا سبته يبرد شوية، هو الجو برد ما بياخدش منك اي وقت، كل حاجة بتبرد بسرعة الحقيقة يعني.
زي ما انتوا شايفين سهل، ما خدش مني وقت، ولا احتجت خلاط ولا احتجت مضرب كهرباء ولا اي حاجة. هبدأ بقى الصوص بتاعي كده هنزل بيه على وش البولات بالشكل ده كده. طبعا هو بيفرد نفسه لوحده، ولو محتاج ان انت تفرديه بالسباتيولا كده بتفرديه بسهولة جدا. وعملنا طاجن السعادة في اقل من دقيقتين، يعني حاجة جميلة جدا والولاد هيفرحوا بيها قوي. وعايزة اقول لكم كمان ان هو هش وخفيف جدا، يكاد يكون اسفنجي. وكمان الصوص الشوكولاتة طعمه بجد تحفة. زينت وشه كده بالمكسرات بعد ما حمصتها وكسرتها بالسكينة. آه وبقى جاهز معانا. حابة بقى تاكليه سخن، حابة تاكليه بارد، زي ما تحبي. حاجة سهلة وسريعة وجميلة. يلا بينا بقى هندوقه ونشوف طعمه عامل ازاي. شايفين غرقان في صوص الشوكولاتة. عايزة اوريكم بقى انه هش جدا، شايفين شبه الاسفنج. العجينة بتاعته اسفنجية وخفيف جدا، وطعمه بجد تحفة. لازم تجربوه، ولو عجبتكم الطريقة وعجبكم الوصفة ما تنسونيش بلايك وشير، وتابعوني على قناتي إيمان جودة. والسلام عليكم.